السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كيف العاده الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقدم لكم وصفه جديده ولذيذه كيبغيوها الصغار والكبار، وكيف ما كتشوفوا معايا هاد الوصفه هي مادلين. صراحه الطريقه كتجي زوينه بزاف وسهله واقتصاديه، يعني بجوج بيضات تقدر توجد واحد الكميه وفيره. اذا خليكم مع المقادير. عندي هنايا جوج ديال البيضات، عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده، وعندي واحد الفاني، واحد رشه ديال الملح، ثم واحد 4 كاس ديال الزبده مذوبه مع الزيت النباتيه، ثم عندي كاس لاروب ديال الحليب، وعندي خماره ديال 8 غرام خماره حمراء، ثم عندي الدقيق. هنا انا ديجا مغربلاه، عندي تما 2 كيسان ونص ديال العنبه. بالنسبه للمادلين غنديرهم في هذا المول هذا. اللي عنده لاباراي يديرهم في لاباراي، راهم كيوجدوا في 4 دقائق 5 دقائق. اللي ما عندوش ممكن يستعن بهذا المول. اذا اولا غادي نوضع البيض، وغنضيف ديك الرشه ديال الملح، ثم غنضيف سكر سنيده، والفاني. اذا غنخلط هاد العناصر، غنحاول نطلع البيض مزيان. انا هنايا استعملت الخلاط الكهربائي، ممكن تستعملوا غير الخلاط اليدوي، ماشي بالضروره الخلاط الكهربائي، غير هو هذا كيسهل عليكم الخدمه. اذا غنخلط مزيان البيض مع السكر سنيده حتى يطلع لي البيض، ثم نضيف العناصر الاخرى كيف ما غتشوفوا معايا. اذا لاحظوا القوام ديالو بدا كيتبدل، ها هو من بعد ما طلعت البيض والسكر. غنضيف كاس ديال الحليب، وبالنسبه للحليب والبيض من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ، ضروري يكونوا بحراره المطبخ، يعني ما يكونوش في الثلاجه. اذا غنزيد نحرك، ثم الان غنضيف ديك 4 كاس ديال الزبده والزيت دايبين. اذا هانتوما ها هو الخليط ديالي. الان غندوز باش نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا قلت راه عندي هنايا 2 كيسان ونص ديال العنبه، لان مادلين ماشي بحال الكيك، القوام ديالو خصو يكون شويه ثقيل، يعني ما يمكنش يكون خفيف بحال القوام ديال الكيك. الكيك كيبغي القوام ديالو يكون خفيف شويه باش كيجي رطب وهشيش، اما مادلين اولا الكاب كيك كيبغيو شويه الخليط يكون ثقيل. اذا انا غنكمل بالخلاط اليدوي، كنوضع الدقيق شويه بشويه وفي نفس الوقت كنحاول نخلط، وغنستمر حتى غنكمل هاد الكميه اللي عندي. وانا كنشوف يعني راه تقدر تهز لي اكثر وتقدر تهز لي قل. انا هنايا هزات لي 2 كيسان ونص، يعني على حساب الحجم ديال البيض، على حساب النوعيه ديال الدقيق. ثم ضفت ديك الخماره حمراء وغنحرك مزيان، مخصوش يبقى الدقيق باين، ضروري نحرك مزيان حتى كنحصل على داك القوام اللي بغيت انا.
اذا هانتوما شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو. قلت كيجي شويه ثقيل، ما خصوش يكون خفيف. وهنا غنخليه يرتاح ضروري، غنسدو غنخليه يرتاح. ممكن نوضعه في الثلاجه، ممكن غير نخليه على برا على جنب واحد ربع ساعه حتى ل20 دقيقه من الاحسن داك الخليط يبقى يرتاح. وهنايا غندوز انا باش غندهن المول ديالي. دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا. غنحتاج هنا واحد 2 المعالق ديال الحديد باش غنعمر المول. اذا هانتوما كناخد ملعقه كيف ما كتشوفوا، يعني تقريبا معلقه ممسوحه، ما تكونش عامره بزاف وما تكونش ناقصه. وغنبدا نعمر في المول. لاحظوا ما كنحركهمش، غير كنوضع وكنخليهم هما كياخدوا الشكل ديالو. اذا ها هي الطريقه واضحه ومبسطه. اذا غنستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل. هانتوما ملي كنكمل كنخليه يرتاح واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق باش كياخد الفورمه ديالو مع المول. وعاد كندخلو الفران يكون سخون. وكنشعلو من تحت كنقص. هانتوما هما في الفران كيطيبوا. لاحظوا هنايا راهم طابوا من تحت وشعلت عليهم من فوق، ما تفتحوش الفران حتى كيطيبوا. اذا ها هما مادلين ديالي وجدوا، يعني انا حطيت هادو هبطتهم لان عندي مول واحد ووليت وضعت الاخرين يطيبوا، واستمريت بنفس الطريقه تكملت ديك الكميه اللي عندي. هانتوما لاحظوا كيفاش كيجيو صراحه زوينين بزاف. اذا جربتوهم اكيد غادي تبقاو تعملوهم دائما وما غتستغناوش عليهم. كتحتاجوهم بزاف للكوتي الفطور. تقدروا ديروهم لوليدات المدرسه، يعني شي حاجه اللي هي صحيه وكتصاوبها على يدك، كتعرف شنو كدير. حسن داكشي اللي كيتباع في الزنقه، لان ما تقدرش تعرف شنو كيفاش مصنوع وشنو فيه الى غير ذلك. اذا هانتوما لاحظوا معايا انا ديجا فتحت معكم وحده وبانت بانه بالفعل كيجيو هشاش ورطبين بزاف. وحتى في المذاق ديالهم بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه بزاف ممكن يدير كاس ديال السكر. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، هادشي علاش درت غير كاس لاروب. وجاوني في الحلاوه هما هادوك، ممكن تغطسوهم في الشوكولات على حساب الوليدات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتخليو لي جيم وتعليق، ونهاركم مبروك.